السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أم ميدو. النهاردة هنعمل وصفتنا أجنحة متبلة مقرمشة مع رز بسمتي. هنا الأجنحة أنا غسلتها ونضفتها، بوريها لك اهي. أنا قاسمة الأجنحة ل2. تمام، اهي أنا بوريك اهي نضفتها اهي. بصي، ده الحتة اللي هي من فوق في الجناح، دي الحتة اللي من تحت. بصي الحتة دي مش بنستعملها. ليه؟ لأن كلها زفارة، يعني الزفارة كلها بتبقى في الحتة دي، فبنشيلها. شلناها كلها، شطفناهم وجبناهم تاني. هنا هنحط التتبيلة. بصوا معايا، دي مية بصل. البصل كله اللي أنا بفرمه بعمل بيه وصفاتي لازم أصفيه، باخد المية بتاعته بشيلها كده في أكياس في التلاجة للوصفات اللي زي كده. اهو ده مية بصل. اي بصل انا بفرمه لازم اصفيه واخد المية بتاعته. ليه؟ لان بعوزها كتير، بعوزها في وصفات الاستريبس، البانيه، الحاجات المقرمشة اللي زي كده لازم تتبل في بصل، تديها طعم والتسكيرة. ده فلفل اسود، بهارات فراخ اهي. دي بجيبها من العطار جاهزة، بهارات الفراخ. دي مرقة بجيبها مكعبات انا، وبعد كده بفرمها واحطها في البطرمان اللي زي كده بستخدم منها. في بهارات برا جاهزة اللي هي الفلت دي، بس ما بتبقاش زي المكعبات الصراحة. ملح، حطينا عليها ملح. الملح اللي انتي يعني بتستخدميه، الكمية اللي انت بتستخدميها والطعم اللي انت بتحبيه. هدعكم في بعضيهم وهنسيبهم كده على جنب بتاع ساعة ساعتين. ممكن تتبليها من بالليل وتحطها في التلاجة براحتك، بتبقى احلى وبيبقى الطعم فيها اتغلغل من جوه. ده الرز البسمتي. بصي انا بشتريه ثلج، ما بشتريش الصراحه الرز البسمتي اللي هو في الاكياس ده، انا بشتريه بالكيلو ثلج. الكيلو عندنا يعني بيتراوح فيه نوع ب50، في نوع ب75، في نوع ب80، على حسب الانواع. الصراحه انا بجيب النوع اللي هو اللي على قدنا ابو 50. بعمله على مرتين، نص في نص. بيتغسل غسلة كويسة جدا على فكرة. لازم الرز البسمتي يتغسل غسلة كويسة خالص، غير الرز بتاعنا لو البلدي. الرز البلدي بتاعنا لو متغلف ومضروب كويس مبيتغسلش، لكن البسمتي لازم يتغسل الصراحة. بينزل كمية صفار، يعني تحس مش عارفة ايه اللي بيبقى فيه ده. هنا البصل انا فرمته، والجزر بشرته. بس انا قلت لكم قبل كده ان احنا بنحب الرز البسمتي لازم يبقى عليه جزر، بنحبه كده اهو. انا بغلي الميه اللي هسقي بيها الرز البسمتي. بصوا الرز البسمتي بياخد كميه ميه اكتر من الرز البلدي على فكره بتاعنا. انا ما عنديش كتل، عشان كده بحط حله جنبي وانا بشتغل بيبقى فيها ميه عشان اغليها لحد ما ربنا يكرمنا ونجيب كتل. انا بحط الزيت بتاعنا. على فكرة الرز البسمتي مش بيتقلب زي الرز البلدي بتاعنا برضو، يعني الرز بتاعنا بياخد تقليب لحد ما يصفر زي ما انت عايزاه، حبة وحبة، فلازم تقلبيه. الرز البسمتي لا، ما بيتقلبش كتير. عندما بياخد اللون بتاع البهارات بتاعته ما خلاص كده بيتزجي، بس بيبقى تحفة. انا بصراحة انا والعيال حبينا جدا. احنا حطينا البصل وهندبله. بص في ناس ما بتحطش بصل، بس انا بحب احط البصل. ليه؟ لان برضو بحس ان ليه طعم اكتر من هو من غير بصل، بالذات لما تدبليها كده بتبقى حلوة. وعلى فكرة مش بتبان والله في الرز، بالعكس بتبقى حلوة. انا حطيت حتة سنة ملح علشان يتدبل البصل.
وادي الجزر برضو هندبله. بص انت ممكن تعمل الوصفة دي على فكرة بالرز البلدي عادي بتاعنا وهيبقى حلو، بس يعني انا بحس ان الرز البسمتي بيبقى شكل ومنظر في الاكل حلو صراحة. وهي الوصفة دي لازم، مش لازم يعني، لما بيبقى جنبيها رز بسمتي بيبقى حلو. دي البهارات بتاعة الرز. بص الرز البسمتي انا بجيب له بهارات من عند العطار، اقول له انا عايزه بهارات رز بسمتي وهو بيدهوني، اللي هو بهارات الكبسه. بحط لها مرقه وفلفل اسود وورق لورا وكم فص حبهان، دول بقلبهم مع البصل والجزر. يبقى حطينا على البصل والجزر ايه، ورق لورا وكم فص حبهان، فلفل اسود ومرقه وبهارات الكبسه، تدي طعم ولون وريحة للرز. وادي الرز بعد ما صفيته، على فكرة الرز قعد بتاع ساعة يعني. وانا بعمل الحاجات دي بتبلها واحطها على جنب وبرجع للفيديو تاني. اهو بص شكله كده، الكاميرا على فكرة مش مبينه كويس، هو لونه حلو. وهزقيه بالمية اللي انا غليتها اهو. هياخد مية على فكرة كتير يعني، بعد ما حطيت له المية دي حسيتها انه قليلة، رحت حطيت له مية تاني وسبته بقى مع نفسه ياخد ويدي بشكل ودي لحد ايه ما تشرب على جنب. وبعد كده رجعت للأجنحة بتاعتي. بصوا الأجنحة دي علشان سر القرمشة فيها هقولك ايه هي، مش والله في التتبيلة ولا في تتبيلة التتبيلة التانية بتاعتها، لا في حاجة واحدة هتحسيها زي ما بتجيبيها من بره، تبقى الكفر اللي من فوق بيقرمش زيادة عن اللزوم، علشان الحاجة اللي انا هوريها لك، مش عشان التتبيلة ولا علشان التتبيلة التانية اللي هتغلفيه بيها. انا هوريك الحاجة دي موجودة في كل بيت وممكن بنرميها والله، بعد ما نستخدمها بنرميها. بصي اهو البطرمان ده هو ده سر القرمشة حقيقي. ليه؟ لان انا بحط فيه الدقيق وبتبله، وهتشوف انا هعمل فيه ايه. انا ما بحطش ايدي خالص ولا بتبل زي مثلا السمك، ولا تتبل حاجه تبدريها، لا انا بحطه زي كده زي ما هتشوفي كده. يعني الكميه انا عامله كيلو اجنحه، هحط عليه 2 كوبايه دقيق، وخلي بالك عوزت دقيق تاني. يعني الكميه دي انا جليت بيها شويه من الاجنحه وغلبتهم وحطيت تاني بعد كده باقي الكميه. الكميه اللي انا جليتها دي لا، في يعني هو خد كذا دور في الجلية وبعد كده رحت غلبتهم وحطيت تاني. على فكرة كيس الدقيق ده عندنا ب20 جنيه، فبيكفيني يعني في كذا مرة. اهو دي التانية. انا هحط له كل تتبيلته، فلفل اسود وملح والبهارات وبهارات فراخ. يعني بص هبهره، الكفر ده لازم يتبهر عشان يدي ريحة كمان وانت بتاكليه، تبقى الفراخ من جوه متبهرة وليها ريحة وطعم، والكفر برضه. بس ايه مش بكتر على الكفر لان هو واخد كل تتبيلته من جوه اهو. يعني نص معلقة على الكمية دي اهو. دي تتبيلة الرز البسمتي اللي هي بتدي اللون، بديها للكفر من بره علشان يدي كمان لون. ملح، بصوا هنا هعمل ايه اهو، في البطرمان وافضل انفض فيه كده كذا مرة علشان يدي كله ياخد ايه من البهارات اهو.
احط فيه الاجنحة. انا مش هتبل الاجنحة بايدي علشان الكفر ما يطلعش لازق في الاجنحة. لا، انا عايزة الكفر يديني زي الاستريبس، تعريجة كده، ايه، تحسيه معرج كده ومدي قرمشة اكتر. عارفين الشكل اللي بيطلع فيه الاستريبس ده؟ انا عايزاه في الفراخ كده زي ما بنجيبها من بره مقرمشة اهي. شايفة لما امسكها في ايدي عاملة ازاي؟ زي ما هي كده هحطها في الزيت اهي. انا مش هلمسها وانا بتبلها، هحطها بس كده في البطرمان، وهفضل انفضها كذا مرة، يعني بتاع دقيقتين كده كل حطة هحطها. بعد كده هاخده كده زي ما هو بين صوابعي وهحطه في الزيت، هيطلع زي ما هتشوفوه في الجزء اللي ان شاء الله. بص هنا انا الزيت هنا بسيبه لحد ما يسخن جدا، بس لما بحط فيه الفراخ لازم اوطي النار، اعملها زي الشمعة من تحت، زي ما انت بتسوي الرز كده، لازم يبقى النار من تحتيها شمعة. بس الاول هسخن الزيت جدا قبل ما احط الفراخ. بص هنا اهو، انا بطلع على طول على الزيت. شايفه الزيت بيغلي ازاي في الحله اهو. كل ما اخلص مثلا 2 على قد ما يشيل معايا البطرمان بحط تاني واروح اهزه واحطه في الزيت اهو. انا بوريك الزيت اهو لحد ما بتبل التانيين اللي هحطه اهو. لازم الزيت يغلي كده اول ما احط الحاجه، اغطيه وهوطي عليه. بعد كده اشوفكم المره الجايه. ما تنسوش اللايك والاشتراك.